مفروض تضحك على طول؟ قالوا لك كده؟ طب تعالى أنا أقول لك الحقيقة. معاكم كوتش علا سعيد، تنويم إيحائي وانتباه شعوري. ما تنسوش اللايك والمتابعة. مين اللي قالك إن المفروض إن أنت تبقى تضحك على طول ولا مظهر السعادة طول الوقت؟ صحيح إن السعادة قرار ونية، لكن كمان الحقيقة إن إحنا بني آدمين بيعدي علينا أصناف كتير من المشاعر. هل المفروض إن أنا طول الوقت أنكر ده وأبين إن أنا جميل وسعيد ومبسوط؟ أكيد لأ. بالعكس، أنا كده بكون جوه مشاكل وأمراض، قولون، على معدة، على ارتجاع مريء، على ألم في الكلى، على مشاكل في الكبد. طب ليه كل ده؟ ما نفغنى عنه، ما نخرج ده، ما نعبر عنه. يعني ما اكتمش مشاعري؟ لا، ما تكتمش مشاعري. زعلان؟ ازعل. غضبان؟ اغضب. قلقان؟ اقلق. المهم ان انت ما تستسلمش للشعور، ما تغرقش فيه. خلي دايما في صحوبية معاه. انا هسمح لك بالتعبير لكن مش هسمح لك ان انت تتحكم فيا. يعني ايه؟ يعني ايه تفريغ مشاعر؟ يعني اعبر عنها. كوني بعبر عنها معناها ان انا بنقلها من جوايا لبرايا، بسيبها تنطلق، سواء كانت المشاعر دي حلوة او وحشة. يعني لو بحب اعبر عن ذاتي، لو حزين كمان اعبر عنه، اعيط، ابكي. لو غضبان اثور، انفعل، امسك ورقة اقطعه. ايه المشكلة في التعبير؟ المهم ان انا مخزنش جوه مني مشاعر تأذيني، تمرضني، لان جسمي هيترجم التخزين ده لآلام، لعجز، لمرض. عبر عن نفسك بأي شكل انت تختاره. صاحب آلامك، صاحب انفعالاتك، فرغها. المهم انك ما تغرقش فيها. يعني تاخد منك بالكتير ايه؟ ساعة، ساعتين، يوم، يومين، لكن مش اكتر. مش هعيش العمر كله بنفس المشاعر. مش هعيش غرقان لا في ماضي ولا في مستقبل. انا ليا لحظتي لاني مملكش غيرها، لازم استمتع بيها. مش لازم عشان انا مجبر على ده، لا، لازم لاني بحب نفسي، بحب الحياة. انا جاي هنا عشان اعيش. امال انا هتحاسب على ايه؟ على حياة ما عشتهاش؟ ما انا هعيش الحياة بحلوها بوحشها، عايش كل لحظة فيها، بس مخليش لحظة تسرقني من نفسي. دايما انا رقم 1.